بتدور على مكان للإيجار ينفع يكون مقر لشركتك، مطعم، كافيه، مشروع تجاري على الطريق الصحراوي مباشر، أول نمرة، قريب من كل المحاور الرئيسية، وبسعر إيجار شهري معقول جدا، وكمان تقدر تاخد مدة طويلة. يلا بينا أوريك العرض اللي معانا النهاردة. قبل ما نخش في تفاصيل العرض اللي معانا النهارده، اكون سعيد جدا لو دعمتني باللايك وفعلت زر الجرس، ولو انت مهتم بالمزيد من العروض العقاريه يا ريت تشترك في القناه علشان يجيلك اشعار بكل العروض الجديده. ويلا جهز لقهوتك الجميله وخلينا مع بعض نخش في التفاصيل. وانت بتشرب قهوتك الجميله ولا خلينا نبدا العرض بتاعنا بالصلاه على سيدنا النبي، ويلا بينا نخش في التفاصيل. المساحه اللي بقدمها لك النهارده 3000 متر، ولكن للايجار مش للبيع. العرض بتاع النهارده انا بعتبره مميز جدا لان بيديك حلول كتيره جدا، بدل ما تشتري ارض وتدفع فلوس كتيرة في الشراء واستخراج التراخيص والبناء والترتيبات اللازمة، لا، بتاخد مبنى جاهز ومكان جاهز للتشغيل ويصلح معاك كمقر إداري أو كمشروعات تجارية. وسامع أنا واحد من المتابعين بيقول أنا عاوز مكان أشتريه مش عاوز حاجة للإيجار. أقول لك عندي أكتر من مكان على الصحراوي برضو للبيع، في هناجر وفي مخازن وفي مقرات إدارية، وعندي أكتر من حاجة، يعني شبيك لبيك بقدم لك اميز العروض العقاريه ما بين ايديك. ولكن العرض بتاعنا عشان ما نطلعش بره تفاصيله للايجار. لو انت عاوز تشتري حاجه هتكلمنا هتلاقي طلبك موجود، ولو انت مهتم بالايجار برضه طلبك موجود. الموقع بتاع النهارده اللي بقدمه لك 30 متر وجه على الطريق الصحراوي في عمق 100 متر في لوكيشن مميز بجوار مطار مدينه سفنكس، بينك وبين المطار 10 دقايق، وانت قريب جدا من هايبر وان. الابنيه اللي موجوده في المكان، موجود مبنى 200 متر، ده عباره عن فيلا دور واحد، موجود 2 محل تجاري عباره عن منفذ بيع على الطريق الصحراوي مباشر، موجود 2 برج حمام وتحتهم قاعده جميله جدا، موجود كيتشن روم ببار اوبن بار خارجي، غير اليارد المفتوحة بتاعتك اوبن يارد بالكامل، ووحدة حمامات، وحدة تويلت عشان هتخدم لو عملت مشروع تجاري. بخلاف في استراحة للمالك في آخر الأرض، دي ممكن تستغلها مكان أو سكن للعمال الموجودين. أنت على الطريق المباشر في لوكيشن مميز جدا جدا جدا. السطح بتاع المبنى زي ما احنا شايفين كده مطل على الطريق الصحراوي المباشر، وممكن أنت حضرتك تستغله لو في أي استغلال مناسب. يعني عندك ده احنا بنصور كده في آخر القطعة، أبعاد القطعة. يعني أنت عندك لو هتعمل مثلا مشروع كافيه، هتعمل مطعم، هتعمل أي مشروع، عندك الأوبن اريا بتاعتك دي كلها مكان فاضي تقدر تستغله، الأبنية تقدر تستغلها. كمان لو هتعمل زي ما قلت لك مطعم كافيه. طب انت لو عندك شركة وعايز تعمل مقر إداري، هتعمل بقى باركنج خاص جوه، هتعمل الفيلا دي مثلا مقر إداري ليك، وباقي الأبنية دي تخدم على المشروع بتاعك. المكان يصلح لأكتر من مشروع، يصلح لأكتر من غرض، وكمان بقدمه لك بسعر إيجار شهري معقول جدا. بخلاف ذلك ان انت ممكن تاخد مدد كبيرة، علشان لو انت طبعا هتأهل المكان للمشروع بتاعك، هتعمل اعادة تجهيز، اعادة توضيب، متاح برضو ان انت تاخده مدة طويلة. وزي ما قلت لكم احنا في لوكيشن مميز. انت في الكيلو 58 بتعمل يوتيرن من كوبري ابو غالب، يعني انت في جنب هايبر وان، جنب مطار مدينة سفنكس، في اريا محترمة جدا، قريبة من الشيخ زايد وقريبة من القاهرة، وتقدر تنفذ فيها المشروع بتاعك او مقر اداري لشركتك زي ما حضرتك عاوز وبالمدة اللي انت عاوز. المالك طبعا عارف ان اللي هياخد المكان هيأهله بالشكل والطريقة اللي تناسب النشاط بتاعه وتناسب المشروع، فعشان كده زي ما قلت لك ما عندوش مانع يديلك مدة طويلة، وبيبقى في عقد ايجار مناسب يأمن الطرفين. السعر المطلوب للايجار الشهري مطلوب 50,000 جنيه إيجار شهري. المساحة الإجمالية زي ما قلت لك 3000 متر، واجهة على الطريق الصحراوي 30 متر في عمق 100 متر. لو انت مهتم بحاجة زي كده للإيجار أو للشراء، أرقام التواصل هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تقدر تتواصل معنا تليفونيا أو واتساب، وتقدر تيجي تشرفنا تعمل معاينة لو العرض ده مناسب ليك، او لو العرض مش مناسب ليك اكيد على القناة لو ضربت جولة هتلاقي عروض تانية كتيرة مناسبة. في النهاية تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.